السلام عليكم حبايب قلب اخواتي، بحبكم في الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله. معانا شعر طويل، وطبعا صاحبة الشعر ده مش عاوزة تفقد من طوله، وعاوزة تقصه شكل جمالي ديجراديه جميل كده، ويكون يعني في شكل بدون ما تفقد من طول الشعر. طبعا كانت راحت مكان ما وقصت قصة، وطبعا ما كانتش مظبوطة، فكانت متخوفة وكانت يعني قلقانة. فطبعا قالت محدش هيطلع القصة دي الا انت يا مدام هدى. طبعا انتظرت كتير كتير لغاية ما شعرها طول تاني ورجع لحالته علشان تعرف تقص القصة الجميلة اللي احنا مع بعض واحدة واحدة. احنا هنجزأ الشعر 3 اجزاء من ورا، هنقسمه من الودن نصين، والنص اللي ورا هنجزأه 3 اجزاء. الجزء اللي هو 3 اجزاء من ورا بناخد اول جزء من فوق، وطبعا ده هيبقى يعني اللي هنقص عليه، او هو ده القاعدة بتاعة القص. تمام. طبعا كان شعرها رغم ان هو جميل جدا جدا، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، بس كان من نوعية ان مجرد ما تسلكيه وتسيبيه ولو لثانية بيرجع يتعقد تاني ولا كأنك عملت فيه حاجة. طبعا احنا بناخد خصلة من تحت علشان ده طول الشعر الاساسي، وبنحدد عليها الطول وهنبدأ نقص. طبعا الجزء اللي خدناه من تحت خالص ده هو ده قاعدة القص، او هو ده اللي هنمشي عليه بقية القصة. تمام. احنا كده خدنا المقاس مظبوط، وهنبدأ نقص. وزي ما احنا شايفين كده بنرفع ايدنا لفوق، وهناخد المقياس اللي احنا خدناه اللي هو من تحت خالص على الطول اللي احنا عاملينه، وهو ده اللي هيبقى الطول بتاع القصة. كده لا هفقدها طول شعرها ولا هفقدها حاجة من قيمة شعرها اللي هو التخن يعني، لان اللي كانت قصلها قبل من كده يعني كان اخر سلمة في القص في قفاها فوق خالص، فده مش قص. فكنت بحكي معاه بقول لها طب قصيت لك ازاي؟ تقول لي خلتني اعملي راسك لقدام كده، اكفي شعرك لقدام وقامت قصله. القص مش كده. القص مش يعني ان القص له ميزان او له درجات في المسكه، له درجات زاويه كذا زاويه كذا كده زي ما احنا بنتكلم. طبعا كنت انا خدت تاني جزء وقصناه عليه، وهناخد برضك من الجنب، وهناخد القيمة اللي احنا هنقصها، وناخد برضك المقياس هي القاعدة الاولانية، وهنبدأ نقص زي ما احنا شايفين. هي الخلفية انا مش بعلم ان ازاي تقصوا، بس ان انا هوريكم شكل جمالي في الاخر، وازاي كانت مبهورة بيه وازاي كانت فرحانة بيه. بجد بجد يعني مش كل اللي هيقص ومش كل اللي يمسك المقص يبقى معلم زي ما بيقولوا، واحنا مازال بنتعلم. يعني انا برضك مش الواو قوي قوي، بس الحمد لله لاني واخده دورتي صح في القص، واخده برضك يعني اكاديميتي ازاي يعني تعلام صح. يعني هقول ايه، وما زلنا لسه بنتعلم برضو، يعني مش الواو قوي قوي، وما زلنا بنتعلم. زي ما احنا شايفين طبعا كل مقياس باخده على اللي هي القاعده الاساسيه الاولانيه، مش حكايه ان قص وخلاص، لا. زي ما احنا شايفين. ومن الحق يعني برضو قبل ما نقص لازم الشعر يكون مبلول اثناء القص، لازم الشعر يكون مبلول. ما بيتقصش الشعر وهو ناشف، لا لازم يكون مبلول. طبعا بدأت في الجزء الثالث اللي هو على الجنب، وكده هيبقى قربت ان انا اخلص الجزء الخلفي خالص، وهنبدأ برضك ناخد الجزء الامامي، وهيكون القاعدة بتاعتنا هي برضك اللي كنا واخدينها من فوق. تمام. اهوت كده خلصت، قربت ان انا اخلص الشعر من ورا. وازاي ما افقدهاش من الطول اللي هي شعرها الاساسي، وازاي ما افقدهاش برضك من السمك بتاع حجم الشعر، لان كان بتقول لي يومها شعر التقيل ما لقتهوش. طبعا لما بيكون القصة غلط وبتاخد من اطوال الشعر بيخف من الكمية بتاعته، لكن لو القص الشعر صح بيبقى يفضل على طوله وتقله وكل ما فيه، بس هو القصة بتختلف. فانتوا اختاروا المكان الصح، اختاروا واحدة برضك ما تكونش لسه بتتعلم، لان ده شعر تاج المرأة زي ما بيقولوا، الشعر تاج الواحدة. فزي ما انتوا شايفين كده بدأت خلصت،
وبدأت خدت من قدام، وكنت قربت على الانتهاء خالص، وهوريكم شكل القصة في الاخر بجد تبهركم. وبجد اللي لسه ما حطش اللايك يحط اللايك لاختكم يعني محبة كده في الله، حطوا لي اللايك الجميل بتاعكم، عشان اللايك بيساعد ان الفيديو يشتهر ويتشير ويبدأ في الانتشار. فانا يعني بجد الناس الجديدة على القناة، بالله عليكم يعني كده الاشتراك الجميل واللايك الجميل بتاعكم وكومنت كده جميل، وانتوا هتشوفوا النتيجة في الاخر. طبعا انا خدت الشعر كله رجعته تاني لورا، زي ما انتوا شايفين في طبقات القصة هيت، بس الشعر لا فقدت من طوله ولا من حجمه ولا اي حاجة خالص، وهيبقى الشكل الجميل. طبعا هي ما كانتش طالبة استشوار ولا حاجة، بس عشان اوريكم جمال القصة. وطبعا انا ما قرصتش قوي بالاستشوار، علشان انا بس ببرز القصة. شايفين الشكل الجمالي؟ بالله عليكم استاهل ايه؟ طب استاهل اللايك الجميل من ايديكم الحلوة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.